انا كنت مخبيه عنكم حاجه بقالي فتره. السكر اخطر من المخدرات. ايوه انت سمعت صح، وهقول لك ازاي. كنت راجعه في يوم عادي وانا طفله، لقيتهم بيدوني شوكولاته، حاجه كده لونها بني طعمها حلو. ده اول ادمان في حياتي. المفاجاه في دراسه اتعملت، تقول لك ايه بقى الدراسه دي؟ في جامعه بوردو 2007 جابوا فران وحطوا قدامهم سكر وكوكايين. بعدها لقوا ان السكر بيحفز نفس المناطق اللي في الدماغ اللي بيحفزها الكوكايين، مفيش اي فرق. والفران اختارت ادمانها، اختاروا السكر. الفئران فضلت السكر عن المخدرات. الدراسه دي بتقول ان السكر ممكن يعمل ادمان سلوكي ونفسي، عشان كده بقى يجيلي احساس ان السكر حرام. هو مش حرام، بس اعراضه السلبيه زيها زي اي مواد تانية. واللي يصدمك السكر بيعمل اعراض انسحابيه. انا مجربه. ايوه لو وقفته مره واحده بتبقى متعصب وعايز حاجه مسكره، بالظبط لما بتعمل دايت. والمفاجاه ان مهما استخدمنا منتجات بشره السكر بيجي يكسر كل ده. وبعد ما بناكله بساعات مناعتنا بتقل 40%. يعني انا اكلت سكر من هنا ممكن يجيلي برد بنسبه 40%. انزل بقى تحت، انزل تحت واحزن. نفسي يكتبوا الاضرار دي على اكياس السكر زي ما بيكتبوا على علب السجاير. تفتكروا كنا هنستخدمه بنفس الطريقه؟ فبكل بساطه المره الجايه لما حد يقول لك يا سكر، دي حاجه وحشه مش حلوه.